السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولنا فيديو جديد مع الملابس دائما الصيفية 2025. هذا القماش هنا يشبه القماش تاع المخور أو المخور، كل واحد كيفاش يسميه. يجي فيه الرشمة هنايا في الصدر، راشمينها من عندهم وراشمين المكان تاع الأكمام. هذا هنايا راه 3 مترات و50. الطريقه اللي غادي نفصله بها، هذا الطول تاع الكتان وهذا العرض تاعه. من هذا راني تانيته من هاد الجهه هاك، تنيته منا لهاك، عاود الثانيه لهاك باش نقلع الصدر والظهر في رحبه. وعند المتراج للفوق هذوك هما الاكمام، قلعت فيهم 46 سنتيمتر او 47 هكذا. وهذا خليته هنايا 150 او اكثر، 152 او 53 باش يجيها اطويل ما يجيش قصير. بغيت نربح الطول للجلال، للطول تاع العباءه، ونقصت من الاكمام. غادي نقصص هنايا عند وين راه تشوفوا المقص، ونحلها هنايا خاطرش هذه جهه مغلقه وهذه جهه مغلقه، وهنايا الجهه المفتوحه هذه مع هذه الجهه هي اللي مفتوحه. غادي نقصص دروك هنا تاع الاكمام، نقلعهم ونفصل الامام والظهر في رحبه، ونحل هذا الجهه التحتانيه اللي هي جهه الجلال. هذا هنايا راه مطوي على 4 واللي هي راه مطوي على 2. هذا راه الصدر مع الظهر امام والخلف في رحبه. راني درت لهم شرطهم، درت لهم القياسات نتاعها. ديت عرض الكتفين 22 سنتيمتر، الرقبه من عندهم اللي هما دايرين 11 سنتيمتر، خاطر غادي نفصل على حساب الرسمه تاعها. هوت منا لهنايا 3 سنتيمتر، وزدت هوت منا لهنا 25 سنتيمتر، وعينت الوسط ودخلت 0.5 سنتيمتر. سما منا لهنا 25، وهذه التهويده اللي هوتها هنايا من الكتف 3 سنتيمتر، صافي تولي 28. منا لهنا وزدت 28 سنتيمتر، ودرت الشرطه هنايا باش نرسم هذا الخط هذا اللي هو دورة الصدر. دورة الصدر عندي 30.5 منا لهنا، 30.5. هوت طول الوسط منا حتى لهنا، هادو راني من الدايرة 47 سنتيمتر. من عند هذا منا لهنا نقصت على هذا 2 سنتيمتر، تولت 28.5. 28.5. عاودت هنا هوت ب 19 سنتيمتر منا لهنا باش نرسم دورة الحوض. دورة الحوض فيها 34.5، ودرت نقطة وجمعت هذا النقاط، هذه مع هذه دورة الحوض مع النقطة تاع دورة الوسط مع دورة الصدر. وصمت هنايا، هنا ما نديروش هكا شغل مقنت، نديرو هنايا هكا شويه انحناء، وكملوها حتى التالي تاع دورة تاع الجلال، حتى التالي الجلال. هو هنا درت كاع القماش لهيه وقوست لهيه في التالي. هنايا طلعت التالي، هنايا طلعت هنايا طلعت بواحد 4 سنتيمترات، طلعت هكذا وجا شكل مقوس هكا. خليت هذه حق الخياطة 2 سنتيمتر. هذه هو التفصيل تاع الامام والخلف. الخلف غادي كي نرسمه غادي ندير له الرقبه تاعه هنا، ما تجيش محلوله كاع هكذا، تجي هنا ويجي طالع شويه على هذا الكتف تاعه، يجي طالع ب1.5 سنتيمتر هنا الكتف تاع الخلف. هذا هي. هذا لكم نسيت نصورها لكمش. ناخذ الكتان، ها هو هنايا مطوي على 2، هذاكم 1 إلى 2 تاع الأكمام نطوي قماش على 4. الأطوال نعطيهم لكم. طول تاع لكم 49 متني على 2 أو على 4 25 سنتيمتر، اللي هي طول تاع التركيز. هنايا عند المحسم هذا المونش هو 3 عند الفوق شويه بتاع المحسم 19 سنتيمتر. هنايا هذه 19، هذه هنا 49، ومنها لهاك 25. منا
الهاك ندير 25 زائد حق الخياطة حتى 26 27 سنتيمتر زيادة معليش. بعد نولي نفصلو هاد الأس ونديرو الأمام. هذا هنايا الأمام ناقص على الخلف. الأمام ها هو الأس تاعه هنا والخلف ها هو. وتعلمي بكرينة هنايا باش كي تجيو خيطو هذاك الكرينة اللي درناها تجي هنايا، خاطر هنايا الأمام ها هو داخل والخلف ها هو خارج. هذا الأمام وهذا الخلف. هذا الأمام راه عندي بديت نخيط فيه هذا التعمير هنايا داير الكاسي هنايا عند الحافة تاعه جاي من عندهم كيما هكا القماش من عندهم راشمينه. درت له لافيزلين سكتها بالتحديد وعاود درت هاد القطعه هذه الفوقانيه باش نقصص هكذا ونقلبها ندير هنايا الزيكزاك ونقلب باش تجي رقبه نيشان تجي كيما هكا كيما هكا يجي. هاي الرقبه كملتها ها هي كيما تشوفوا. هذا الخلف نتاعها. درك غادي نجيب الخلف الظهر وخيط الكتفين من هاد الجهه وخيط هاد الكتف تاع الزاوج. هذا الظهر حطيته الاول الخلف وهذا الامام هو فيه الزواق وهذه لا دوبلور تاع الظهر حطيتها من فوق هي التالي هكذا. غادي نخيط هاك كي تجي هنايا ندير ثنيه هكذا نثنيها ثنيه كيما هكذا هاك ونخيط هاك وهذه هكذا وهنا تاني ندير ثنيه هنايا ثنيه هكذا ونخيط نعاود ندير بالمقص كرينات صغار هكذا ونقلب هذه هكذا اللي تجي في الظهر هكذا ونعاود نولي نخيط الخياطه الزوجه. غادي نخيط هاد الدوبلير تاع الرقبه شوفي هنا هشام درتها بالابر. بعد نولي نخيط الاكمام الكم الاول والكم الزوج. بعد نخيط الجوانب الجانب الايمن ثم الجانب الايسر وتبقى لي الكفه من تحت خيطها الكفه حسب الطول تاع الزبونه. هنايا نكملها ونوريها لكم. وهي القفطان او البدعيه او مش عارفه كل منطقه كي تسميها راهي واجده. هذا الرشمه جات من الكتان ينباع هكا مرشوم فيه هاد الرشمات هادو. انا غير فصلتها على حسب لاطاي تاع مولاتها درتها لها كلوش تاع اليدين من تحت عريضه كلوش. هذا قماش بارد واللون مش بارد يعني جاي مع الارجون جاي نيشان مع اللون الفضي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو والى ملتقى اخر ان شاء الله. سلام.